السلام عليكم. شر البلية ما يضحك. ويقول المثل المغربي: الفقيه اللي نترجاو شفاعته دخل الجامع بلغته. في خطاب طبيعة الحال وفي استجواب في إحدى القنوات يخرج علينا مسؤول كبير رفيع المستوى أوكلت إليه مهمة تدبير الشأن المحلي في قطب الرحاء عاصمة الصحراء المغربية العيون، ويصرح تصريحا أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تصريح غير مسؤول نهائيا. يمكن أن يقبل هذا التصريح من أي مواطن عادي، إما لعدم إلمامه أو لتحيزه أو لجهله أو ولكن أن نتلقى هذا الكلام من مسؤول منتخب، رئيس جهة كبيرة عاصمة الصحراء المغربية، جهة العيون الساقية الحمراء، ويخرج بحكم شخصي ما مفاده أن منطقة قليميم وادنون والطنطان وآسا غير معنية نهائيا بمسألة الحكم الذاتي. طبعا هذه المسألة إذا ما أردنا الخوض فيها وتفصيلها، يعني يجب أن نعلم أن هذه المسألة هي ليست من اختصاص رئيس الجهة. هذه المسألة هي من اختصاص الجهات الرسمية في البلد، وسوف يتم من بين الأشياء التي ستتم التفاوض عليها ما بين الدولة المغربية والصحراويين المتواجدين في مخيمات حمادة وتندوف هي هذه المسألة برعاية هيئة الأمم المتحدة. طبعا يعني مسألة تطبيق وتنفيذ وتنزيل الحكم الذاتي أو المجال الذي سيشمله هذا الحكم هو سيخضع للتفاوض، والذي سيفتي فيه هي الجهات الرسمية وليس رئيس جهة الذي أوكل لنفسه هذه المهمة بغير علم مسبق وبغير سابق إنذار. طبعا هذا الكلام مردود عليه أكيد. لماذا؟ لمجموعة من الاعتبارات. أولا يا سيدي، يجب أن تعلم جيدا أن الصحراء بالنسبة لنا نحن كمغاربة هي مجال جغرافي يمتد من قليميم شمالا إلى نهر السنغال جنوبا. الصحراء المغربية تمتد من قليميم شمالا إلى القويرة جنوبا. هذه جغرافيا. هذا المجال يعرف تركز قبلي ونسيج متعدد وخليط يضم قبائل عربية، قبائل أمازيغية، قبائل إفريقية. قليميم وادنون كانت هي عاصمة الصحراء حتى يعلم الجميع. لماذا؟ أنا لا أتحدث بتحيز أو بعنصرية أو بحماس زائد أبدا، أنا أتحدث بالدليل التاريخي والسوسيولوجي والأنثروبولوجي.
غليميم وادنون تضم نسيج قبلي يطلق عليه تجمع قبائل تكنة. تكنة نسبة إلى ثكنة المولى إسماعيل، السلطان المولى إسماعيل. يعني هذه القبائل كلها قبائل مجاهدة كان لديها دور كبير جدا في عدد من الحركات وفي تجسيد الدولة المغربية خلال قرون. هذه القبائل تستوطن مجال وادنون. الإشارة قبائل تكنة هي خليط ما بين القبائل العربية والأمازيغية، ولا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أدخل في مسألة القبلية، ولكن أنا أتحدث بصفة عامة. مجال وادنون ضم هذه القبائل التي استقرت فيه منذ قرون خلت. يصعب تحديد الزمن التي استقرت فيه هذه القبائل في هذا المجال. لماذا استقرت؟ وأنا أتحدث هنا عن مفهوم الاستقرار، بمعنى أنها استقرت، وجدت المكان المناسب، مارست الزراعة، قامت ببناء القصور والقصبات والقلاع. وهنا بممارسة الزراعة وببناء الدور والقصبات ينتقل المجتمع من البداوة إلى الحضارة حسب ابن خلدون، بمعنى أن مجال وادنون هي قبائل متحضرة. لماذا؟ لأن لديها مجال تستقر فيه وتستثمر فيه، يعني تمارس فيه أنشطتها الفلاحية والتجارية أيضا. وغليميم كان مركزا تجاريا قديما جدا، قديم. النقطة الوحيدة في شمال إفريقيا التي كانت تربط بين التجارة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء بالأخرى المتوجهة نحو أوروبا. يعني مركز غليميم كان مركزا تجاريا تقايض فيه السلع وتحمل فيه السلع عبر الجمال، عبر قوافل الجمال في اتجاه ميناء مدينة الصويرة، ومن هناك تشحن في السفن في اتجاه أوروبا، وتأتي هذه القوافل بالسلع القادمة من أوروبا أيضا تتم مقايضتها في مركز غليميم التجاري. وهذا المركز معروف، خطه التجاري يعرفه أصحاب التاريخ، يعني غليميم، تندوف، تيمبكتو وداغوشت في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء. غليميم أيضا كان مركزا للقيادة. حينما نقول القيادة بمعنى تمثيل السلطة، تمثيل الدولة المغربية. من خلال ماذا؟ أعود هنا إلى أواخر، يعني تقريبا أواخر القرن التاسع عشر، أن السلطان الحسن الأول زار هذه المدينة، زارها في فبراير من سنة 1887، وسوف يقوم هنا بتعيين قائد أحد أبناء القبائل التكنية المستقرة في مجال وادنون، وهو القائد دحمان الدبيروك. عينه قائدا على ماذا؟ هذا القائد كلفه بحماية السواحل، لأن إسبانيا كانت قد دخلت إلى منطقة الساقية الحمراء منذ سنة 1884، وخوفا من أن تزحف إسبانيا على هذه المناطق فقد كلف هذا القائد بحماية السواحل وتوطيد ركائز الدولة المغربية في هذه المناطق، مع العلم أن الدولة المغربية كانت تمتد إلى تيمبكتو في مراحل معينة، وإلى نهر السنغال أيضا في مراحل معينة من التاريخ. نحن لن نعود ونفصل قديما في الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، ولكن فقط نأخذ من التاريخ الحديث منه. فجسدت مدينة غلميم مركزا للقيادة وللسلطة وللاقتصاد أيضا، لأنها كانت تمارس في الفلاحة والتجارة. هذا مجال غليميم وادنون. باقي المجالات الأخرى في الصحراء، وهذا بيت القصيد. لم يعرف تركز أي نسيج
قبلي نهائيا قبل دخول إسبانيا إلى المجال نهائيا. لماذا؟ لأن مجال الصحراء، الساقية الحمراء وواد ذهب، هذا كان مجالا مفتوحا أمام ماذا؟ مفتوحا أمام عبور القبائل العربية البدوية التي تعتمد في حياتها على الترحال. هذه القبائل كانت تنتقل عبر مجال شاسع يبدأ من شبه الجزيرة العربية عبر مصر وقد ينتهي في إفريقيا جنوب الصحراء. بمعنى كانت هناك نقطة عبور، ولم تستقر يوما هذه القبائل. لماذا؟ لأن القبائل البدوية هم قبائل رحل غير مستقرة، هؤلاء بدو. بل أكثر من ذلك، فحتى القبائل التي أرغمها الاستعمار الإسباني على الاستقرار في منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب لم تمارس أي نشاط اقتصادي نهائيا، لم تعرف لا الزراعة ولا التجارة ولا البناء ولا أي شيء، بقيت محافظة على نمطها البدوي التقليدي، وظلت تنتقل في هذا المجال بالرغم من الحدود التي وضعها المستعمر، سواء الإسباني في الصحراء المغربية أو الفرنسي في موريتانيا. وظلت هذه القبائل فقط تتحرك في هذا المجال بنفس النمط الرعوي البدوي. بل أكثر من ذلك، كانت كل حاجياتها وما تحتاجه من مؤن ومواد وبضائع كانت تحج إلى منطقة قليميم وادنون من أجل شرائها أو مقايضة سلع كالماعز وأشياء مرتبطة بحياة الترحال، بأشياء بالمنتوجات التي تباع في المركز التجاري لقليميم. بل أكثر من ذلك، كانت هناك قبائل، وقلت لا أريد أن أذكر أسماء القبائل، كانت هناك قبائل إلى الأمس القريب تستوطن في أحواز مدينة قليميم، في أحواز مدينة قليميم، وتعيش في الخيام. اليوم يقام لها ويقعد، وهناك من له شأن عظيم اليوم في الصحراء ولد في هذه الخيام، في منطقة محيريش، في منطقة زواريق، في قويرة السوق، هون عند القصبة، إلى غير ذلك. بمعنى أن الذي كان يشرف والذي كانت له القيادة والذي مارس السلطة ومارس التجارة واهتم بالاقتصاد وبالبناء والتشييد وبالحضارة هم أهل قليميم وادنون. لكن بعد استرجاع الصحراء المغربية من المستعمر الإسباني سنة 1975 انقلبت الموازين، مع العلم أن أهل قليميم وادنون كانوا الأوائل في جيش التحرير، كانوا مقاومين بواسل، قاوموا الاستعمارين الإسباني في الصحراء وفي سيديفني، وقاوموا المستعمر الفرنسي. شاركوا في حروب الصحراء بوحداتهم، وحدات كانت تضم الآلاف من أبناء قبائل تكنا، وحدة أيد دولة التامك، وحدة أحمد المولاي بويا، ووحدة حبوها أيضا. الذين حسموا حرب الصحراء هم أبناء قليميم وأبناء قبائل وادنون وأبناء قبائل تكنا. الذين كانوا في الصفوف الأمامية في المسيرة الخضراء أبناء قليميم، والذين حجوا بالآلاف من أجل الاستفتاء في مدينة العيون كانوا من أهل قليميم والطنطان وآسا، ولا زال جزء كبير منهم اليوم
في مدينة العيون وتعرفونهم جيدا وتعولون عليهم في الانتخابات. مجالهم وأهل قليميم أبدا لم يساوموا يوما بوطنيتهم أبدا. قد يعيشون الفقر المدقع ولن يساوموا بوطنيتهم، ولم يقولوا يوما نحن لسنا مغاربة طمعا في الحصول على الريع أبدا. يعرفون بالوطنية الصادقة وبالمواقف النبيلة تجاه قضاياهم الوطنية، وقدموا شهداء وقدموا مناضلين وقدموا رجال. وملف الصحراء ولله الحمد دافع عنه رجال من هذه الربوع. بعد ما انتصر المنتظم الدولي وانتصرت الشرعية الدولية وخرج القرار أممي 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، خرجنا فرحا نستبشر خيرا بأنه وأخيرا تنفسنا الصعداء، لأننا فعلا ضحينا بالغالي والنفيس في سبيل وحدة الوطن، ومواقفنا ثابتة ولم تتغير يوما، لا طمعا في منصب ولا في جاه ولا في ثروة أبدا. لا نملك شيئا لكننا نملك القناعة، والقناعة كنز لا تباع ولا تشترى. وهذه هو مواقف الوطنيين الحقيقيين، لأن الوطنية أن تكون وطنيا هو أن تحس بالانتماء إلى الرقعة الجغرافية التي ترعرعت فيها وتنتمي إليها وجدانيا. أما البدو أقولها دائما ليست فيهم وطنية، لأنهم لم يحسوا يوما أنهم ينتمون إلى مجال جغرافي معين. من يخرجون عننا اليوم بمثل هذه التصريحات كانوا عملاء لإسبانيا فقط لا غير، ويعملون تحت إمرة إسبانيا، وكانوا عمالا ولم يحملوا السلاح يوما في وجه المستعمر الإسباني. هذه أشياء نعيها جيدا. لكن مشكل الصحراء جعل الدولة المغربية بين قوسين تضعف أمام هذا المشكل، وكان من الضروري أن نقدم تنازلات لصالح فئات معينة. بل أكثر من ذلك، كان هناك في الصحراء من صرح بتصريحات معادية للدولة المغربية وتم استقطابه ومنحه العطايا والمناصب والمال إلى غير ذلك. هذه الأشياء نعرفها جيدا. ما يهمنا هو هذا الموقف الأخير لهذا الرجل الذي نعتبره ممثلا لساكنة منطقة مهمة جدا لها أهميتها الاستراتيجية ولها حساسيتها أيضا، بأن يصرح بهكذا تصريح غير مسؤول، فهذا ينم عن جهل بالحيثيات وعدم وزن الكلام أحيانا قد يوقع صاحبه في المحظور. يا سيدي، لست أنت من سيقرر أكان مجال قليميم وادنون سيخضع للحكم الذاتي أم لا يخضع، ولست من سيحكم على أن هذه المناطق لم تكن يوما مناطقا متنازع عليها. أن تتحدث عن المنطقة بالمفهوم السياسي، لكننا نحن نتحدث عن المنطقة بالمفهوم الاجتماعي والمجتمعي والأنثروبولوجي والجغرافي والامتداد. هناك امتداد. تعرف شين قالوا تراب البيضان؟ مجتمع البيضان مجالهم يمتد من قليميم وادنون شمالا إلى نهر السنغال جنوبا. هذا مجال تراب البيضان.
سياسيا يمتد من قليبيم وادنون إلى القويرة. معناها أن تفصل مجال قليبيم وادنون كأهم مجال وأهم تجمع قبلي عن مجال الساقية الحمراء ووادي الذهب، فهذا خطأ كبير وقعت فيه وأوقعك فيه هذا الصحفي الشرس، لأن الصحفي كان ذكيا جدا في طرحه لهذا السؤال، أما أنت فلم تكن ذكيا نهائيا، بل أكثر من ذلك فقد كنت غبيا حينما تعاملت مع سؤاله، أو كنت على الأقل تؤجل أو تطلب أو أن تتدخل من أجل خلق نوع من التوازن في كلامك حتى لا تقع في المحظور وفي الخطأ، لكنك وقعت، وننتظر منك تصريحا وجوابا شافيا تصحح به هذه المغالطة التي وقعت فيها. وتحياتي للجميع.